النهارده فوزي لقجع دي بلطجه مقننه، مش بالفساد يا اخ فوزي. انت ما تعرفش حاجه عن مصر. البطولات اللي انا بعرضها على حضراتكم دي ما كانش لسه فوزي لقجع اتولد. ممكن يسمع عنها. عيب عليك لما تقول التصريحات دي. عيب عليك. عيب عليك لما تتباهى بان انت استبدلت الفساد بفساد جديد. عيب عليك ان انت تقول الكلام ده. وانا مش عارف احنا هنفضل ساكتين لغايه امتى قدام عينيكوا. وانا كنت بتكلم وبقول ومفيش حد بيتحرك. الباور بتاع مصر في الكره الافريقيه بيتسحب منكم قدام عينيكوا وتحت اعين المصريين داخل الاتحاد الافريقي. المصريين اللي لسه موجودين داخل الاتحاد الافريقي. الكلام ده بيمرر من تجاههم. هل معنى ان انت يكون عندك مشكله مع المسؤولين المصريين ان انت تنسى مصر عملت لك ايه؟ هل معنى الكلام كله اللي بيتقال ده كلام واضح وصريح في وجود المهندس هاني ابو ريده واحمد مجاهد داخل الاتحاد الافريقي بالاسم بقول لكم؟ هل معنى ان انت عشان عندك مشاكل وعشان تم ابعادك من الكره المصريه ومن الاشراف على الكره المصريه بسبب المشاكل اللي انت دخلت نفسك فيها واقحمت الكره المصريه فيها، وبسبب ان انتوا قعدتوا تديروا الكره المصريه سنوات طويله ومصر ما خدتش خطوه لقدام في الكوره، هل ده معناه ان انت تنسى الكره المصريه عملت لك ايه؟ الكره المصريه اللي حطت هاني ابو ريده على الخريطه. الراجل اللي عمرك لعبت كوره، مع احترامي الكبير ليك، راجل على فكره علاقتي بيه طيبه جدا، ولكن عيب ان الكلام ده يتقال بهذا الشكل، وان اللي يحصل في السنتين ثلاثه اللي فاتوا داخل الاتحاد الافريقي مع مصر بهذا الشكل وانت راجل ساكت مفيش اي حركه كانك مش موجود انت واحمد مجاهد. عيب. عيب. انت راجل دخلت الكره المصريه، راجل دخلت واشتغلت، ومصر هي اللي دايما كانت بترشحك وتحطك في المقعد والمكان اللي انت موجود فيه. النهارده كل ده يحصل بسبب ايه؟ بسبب خلافاتك مع الناس المسؤولين اللي موجودين. وانا بقول لكم تاني، بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي، والكلام ده اتمنى بقى بعد كده لما اتكلم الناس تسمع، لان انا في حاجات ببقى شايفها. ان مصر عمرها ما كانت هتخرج من السنغال بهذا الشكل لو كان هاني ابو ريده واحمد مجاهد لا زالوا مسؤولين عن الكره في مصر. اللي حصل في السنغال والاهانه اللي تعرض ليها المنتخب المصري واللي تعرض ليه محمد صلاح والليزر والظلم اللي تعرض ليه المنتخب المصري في السنغال عمره ما كان هيحصل وهاني ابو ريده واحمد مجاهد الاثنين مسؤولين عن الكره في مصر. بقول له الكلام ده بالفم المليان. ده ريفنج. ريفنج. ومين بيدفع الثمن؟ الكره المصريه اللي بتدفع الثمن. النهارده الناس بتفخر وبتتباهى على العلن، في العلن، ان مش انتوا كنتوا فرحانين بالمقر عندكم، احنا اخذنا الاوبريشن وطردنا كل المصريين بل معظمهم من الاتحاد الافريقي الا اثنين، هاني ابو ريده واحمد مجاهد، هما الاثنين موجودين. كل الناس التانيه مشت. كلام واضح وصريح. واللي زعلان مني واللي بيقول ان الكلام اللي انا بقوله غلط يجي يواجهني يقول ان الكلام اللي انت بتقوله غلط، وانا اقول له انت كنت بتعمل ايه والكلام ده بيحصل. والكلام ده بيحصل. الكلام ده كان بيتم تحت اعينكم وتحت اشرافكم. وانا بقول لكم ان الخطاب تاني، بقول لكم وانا بعرف انا بقول لكم ايه كويس قوي. مش طبيعي ان الخطاب اللي راح لاتحاد الكوره اللي بيعلموا ان في فتره هيفتح فيها طلب الاستضافه للمباراه النهائيه،
مش طبيعي ان الخطاب ده يروح اتحاد الكوره ويتحط في الدرج او ما يطلعش من الاساس لوليد العطار. واسالوا الجواسيس الموظفين اللي كانوا شغالين في اتحاد الكوره وقتها. مش طبيعي. قولوا لي، هل طبيعي ان يجي خطاب بهذه الاهميه ووليد العطار يعرف عنه بعديها باسبوعين 3؟ ما انتوا لازم تفتحوا يا جدعان تحقيق في الموضوع ده. النهارده هو النادي الاهلي، انا خلي بالكم ما اتكلمش بتاع الاهلي امبارح اتغلب كوره تاني، انا بقول لكم مش هرجع لكم تاني في المظلوميات وبتاع والكلام ده. الاهلي اتغلب كوره امبارح، بس استغلال النفوذ ده، استغلال للنفوذ وشغل يعني بلطجه مقننه. اللي قالوا النهارده فوزي لقجع ده دي بلطجه مقننه. على فكره انا يعني ايه، عايز انهي الحلقه بحاجه. احيي الاستاذ محمد الليثي على لقائه الجميل جدا المحترف مع الاستاذ فوزي لقجع. بحييه يعني لانه عمل لقاء جميل جدا. الاستاذ محمد الليثي من الاعلاميين الكبار، من الاعلاميين الكبار الشاطرين يعني. لكن كلام فوزي لقجع في كده شويه حاجات مستخبيه. احنا الناس ما لا خلي بالك الانترفيو بتاع فوزي لقجع ده هقول لكم رايي بصراحه فيه. اول حاجه هيحسسك بالحسره. طبعا تسمعوا كلامي طبعا. لما اتفرجت على الانترفيو او جزء كبير منه يعني حسسني بالحسره والمعنى ده رئيس اتحاد الكوره اللي لازم يبقى رئيس اتحاد الكوره بتاعك، مع احترامي لاي حد. راجل بريزنتبل، راجل مثقف، راجل عارف بيقول ايه وبيتكلم ازاي، راجل باين جدا انه عنده فيجن وانه راجل مش ديكتاتور، راجل بيستخدم التولز اللي معاه والادوات اللي معاه. فوزي لقجع بحيي المغرب على فوزي لقجع ان هم طلعوا شخصيه زي دي. بس فوزي لقجع طلع ازاي؟ لان اللي قبليه كان عايز يطلع حد شايف ان هو كدر يقدر ان هو يعمل حاجه للبلد. الناس اللي عندنا ما كانتش شغاله كده ومش هتشتغل كده. خلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله لكم النهارده. بيبين لك ان المغرب عندها بلان وعندها كوادر وبتطلع مدربين جامدين وناس كذا. لازم عشان تنافس. على فكره مش عيب ان انت تغير من المغرب. المغرب باخواتنا وحبايبنا وربنا يعلم انا اصحابي المغربيه بحبهم، مغاربه اسف بحبهم قد ايه، وكلهم ولاد بلد وولاد اصول ما شفتش منهم الا كل خير. اخواتي في المغرب اصحابي اللي لعبت معاهم وزميلتهم في العمل الاعلامي وكله. لكن الناس دي عندها بلان. غير جيب اتحاد كوره وابني كوادر وشغل ناس متعلمه واستفيد من الخبرات بس بليمت بشكل معين، واستفيد من اهل الكوره، استفيد منهم والجأ لهم. مش عيب. النهارده مين مدير المنتخبات الوطنيه في المغرب؟ نور الدين نايبت. مصطفى حجي لسنوات طويله بيشتغل. ما تحرقش نجومك. ما يبقاش هدفك الاساسي ان انت تجيب حد عشان تحرقه. لا، التاريخ، الناس اللي صنع التاريخ في البلد دي ما ينفعش ان هي تاخد حقها كده رسمي بس. لا، تاخد حقها رسمي ومعنوي. نعم، شغل هتفيد البلد يا جماعه. طبعا. مش قادر تستفيد من حلمي طولان، مش قادر تستفيد من مختار بحفظ الالقاب كلهم كباتني يعني. مش قادر تستفيد من مش عايز اقول اسماء ناس كتيره استفيد. كابتن حسن شحاته يا جماعه، حسن شحاته ربنا يديله الصحه يا رب، عايش وسطنا وما شاء الله عليه، مخه كويس وشرب وبتاع، وانت كبلد مش عارف تستفيد منه. لا اله الا الله. حاجه غريبه والله. ها حاجه غريبه. صح يا جماعه ولا ايه؟ الكلام ده كتير. ايه ده؟ الكلام ده مش ختام بس يعني انت ماشي قلت ان هو عديت يا كابتن برضه عشان النقطه دي مهمه. ماشي، خلاص مش مدرب المنتخب صح؟ طبعا. ما احنا مثلا كان الفوتبول دايركتور بتاع اياكس وهم بيبنوا الجيل بتاعنا كان مين؟ ليو بن هاكر. كان لسه مخلص تدريب. ده مدير ليو بن هاكر، ده مدرب منتخب مصر في هولندا 90. كان هو السبورت دايركتور، خلاص دي شغلته. لوي فان خال اشتغل في فوتبول دايركتور. فاستفيد من الناس دي.